حراك شعبي وعلى مستوى غير رسمي يجرى حاليا للحصول على دعم دولي من بينه دولة إسرائيل، في حال أصبح خيار الانفصال هو الوحيد أمام كرد العراق، بعد أن برزت في الآونة الأخيرة مسألة إجراء استفتاء شعبي في إقليم كردستان العراق. تأتي هذه المحاولات بعد أن حصل يهود الإقليم، وهم بقايا الهجرة اليهودية التي حصلت في الخمسينيات من القرن المنصرم من العراق إلى إسرائيل، على ممثلية رسمية لهم في إطار وزارة الأوقاف وبموجب قرار صادر من برلمان كردستان. زرنا أمريكا لكي لا تتعرض شعوب المنطقة إلى الظلم والاضطهاد مرة أخرى تحت مسمى الدولة العراقية، ولنقول لهم أن العراق الموحد انتهى ويجب إنهاء التعايش الإجباري أيضا. شهدت أربيل خلال هذه الفترة إقامة العديد من المراسم الخاصة باليهود في إطار ممثليتهم، وسط تبادل الزيارات بين يهود الكرد المتواجدين في إسرائيل وأقربائهم في كردستان الذين يقدر أعدادهم بالآلاف. ليس مفاجئا أن تمد إسرائيل يد المساعدة، وأعتقد أنها تأخرت في ذلك لأنها ستمد يد المساعدة لنفسها. كون الوجود الكردي في هذه المنطقة دليل على وجود جميع القوميات، ولا ننسى بأن لدينا عدو مشترك وهو الإرهاب يستهدفنا نحن الاثنين. على الرغم من عدم وجود علاقات علنية بين إسرائيل والقيادة الكردية، إلا أن العلاقات التاريخية بين الشعبين اليهودي والكردي كانت حاضرة في جميع المراحل. ويعتقد المراقبون أن التسامح الديني الذي يشهده كردستان دفع باليهود ذوي الأصل الكردي بأداء دور هام في الحفاظ على العلاقات الثقافية بين إسرائيل وكردستان العراق. الكرد حققوا نصرا كبيرا في حماية المبادئ الإنسانية العالمية وحماية المصالح المشتركة للشعوب، وإسرائيل واليهود يعلمون ذلك جيدا ويتابعون الأوضاع، والدعم إن حصل سيكون من هذا المنطلق. مع عدم وجود صبغة غير رسمية للعلاقات بين كردستان وإسرائيل، لكن يبدو أن العلاقات على المستوى الشعبي أخذت شوطا كبيرا، ويتوقع أن تكون دعما للعملية السياسية مستقبلا. عبد الحميد زيباري، الحرة، أربيل.